هلو ماي ليديز، اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم وصفات لعيد الاضحى ولا ماسكات لعيد الاضحى للبنات. Yes go guys، بما انه عيد الاضحى قرب ما بقالوش، اليوم قررت باش ندير لكم ماسكات للعيد. راح ندير لكم 3 وصفات وبس. بصح قبل ما نبداو بالوصفات راح ندير لكم جوله في طابلتي الكيوت. جبت هاد الموارد وتاليساج، وجبت هاد اللي يديروا بها سكين كير، كوتون ديسك وحركات وبركات هكا بشبك ورده سرتات هكا خفاف وضرب باش يديروا جو هكا اونيك للطابل تاعي، ومرايه والكارني تاعي راني دايره فيه الوصفات وكاتبه فيه بزاف صوالح، كاتبه فيه يومياتي وصوالحي وخدمتي ليتس جو. حنبداو باول وصفه واللي هي تاع تقشير الشفايف. راح نحتاجو العسل والسكر، ولكن لازم يكون العسل والسكر بكميه كيف كيف، يعني بكميات متساويه. اوكي، راح ندير السكر والعسل فوالا، ونخلط هذاك الخليط فوالا. لازم كما قلت لكم يكونوا بكميات متساويه ولا ما حاش تنجح لك الوصفه وما تقشر لك شفاك. بس قبل ما نبداو ابليكيوها في فمنا. راح نبدا ندير نعقم وجهي بعد ما كنت غسلته بالصابون. الا ما كانش عندكم الماء ورد تقدروا ديروا برك صابون عادي جدا. وبعد راح ديروا الكوتون ديسكو تمسحوا في وجهكم هكا باش يكون وجهكم نقي. وفوالا بس كي تابليكيو اي ماسك درتوه، اي ماسك ماشي شرط يعني اي ماسك. اوكي، لازم تعقموا وجهكم. اوكي جايز، هكا عقمته ودوكا حنابليكيه في فمي. انا شوفوا درت عليه كميه كبيره بس كنت حابليكيه مع صاحبتي، و يعني جبت على صحاباتي كانوا معايا دونك حابليكيه معايا. اوكي يس. وهنا كنت ابليكيتو وخليته 15 دقيقة. بعد ما سيبون كملتو ابليكيتو دوكا نروحو عند الوصفة الدوزيام. الوصفة الدوزيام تاع الهلالات السوداء. في الهلالات السوداء راح ديري البطاطا، ديريها على شكل شرائح وديريها في الكونجيلاتور، تخليها لمدة 15 دقيقة حتى يجمدوا مليح وديريهم في عينيك. هذه بالنسبة للوصفة التالية. ولا تقدروا تبدلوا البطاطا بالخيار ولا شرائح الخيار الباردة. اما الوصفة الثالثة والاخيرة تاع للتخلص من حب الشباب، راح تحتاجوا العسل. حتحتاجوا 5 مغارف كما قلت لكم، هاد المواد الصغيرة تحتاجوا 5 مغارف تاع العسل و5 مغارف تاع القرفة. وبيان سور ومن بعد تابليكيها على وجهك لمدة 15 دقيقة. وكل الماسكات لازم يكونوا لمدة 15 دقيقة. باي باي. وتابليكيوه على وجهكم. وهذا هو الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم وبصحة يلا باي.